أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ضحكتنا الحلوة. كل يوم بنفتح صفحة من تراثنا الشعبي ونشوف مثل من الأمثال اللي كبرنا عليها. والنهاردة بقى معانا مثل بس غريب حبتين ومعناه عميق وغامض قوي قوي قوي. ايه هو بقى المثال؟ احنا دافنينه سوا. ايه المثل ده واتقال ليه وعشان ايه وايه العمق في الموضوع والغموض في الموضوع؟ ده اللي هنعرفه من مجدي. يلا يا مجدي هتقول لنا بقى قصة المثل ده ايه؟ يلا نبدأ، يلا بينا. وقصة المثل ده جميلة جدا. كان في 2 تجار زيت ماشيين بالحمار بتاعهم بيبيعوا زيت في قرية شعبية. فجأة الحمار وقع مات. الاتنين وقفوا يبصوا لبعض كده وقالوا يا نهار أبيض، كده تجارتنا باظت. واحد فيهم دماغه نورت فجأة كده وقال للتاني بص يا عم، دلوقتي ما ندفنه ونبني فوقه مقام ونقول للناس ده ضريح ولي من أولياء الله الصالحين. التاني قال له ايه العبقرية دي، كده الناس تيجي بالقرابين واحنا نكسب اكتر من الزيت نفسه. وفعلا بنوا مقام وسموه باسم شيخ وهمي، وابتدى الناس تيجي تسيب قرابين وتزور. ويوم ورا يوم الاتنين بقوا عايشين عيشة فل، لحد ما في مرة واحد منهم دخل المقام في نص الليل وسرق كل القرابين الموجودة. تاني يوم الصبح صاحبه شاف ان القرابين اتسرقت وراح قال له يا عم انت ازاي تاخد الحاجة لوحدك، ما تنساش ان صاحب المقام شايفك وهيعاقبك. الحرامي بصله وضحك كده وقال صاحب مقام ايه يا عم، ده احنا دافنينه سوا. وهنا بقى عرفنا المثل المشهور احنا دافنينه سوا. وده غالبا بيتقال زي مثل كده تحت القبة شيء، دي من نفس القصة. في الآخر المثل بيقول إن في مواقف وأسرار بتربطنا بناس يمكن ما نفتكرهاش طول الوقت، لكنها بتفضل حاضرة جوه حياتنا. والأمثال دي مش مجرد كلام، دي خلاصة تجارب وحكايات انتقلت لينا جيل ورا جيل. ايه رأيكم في مثل النهاردة؟ احب اعرف ارائكم، واذا حد عنده مثل عايزين نجيب قراره يلا بعتوا، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو وتتابعوا كل جديد. والمرة الجاية هجيب لكم مثل اجمد من ده. كانت معكم رانيا مصطفى ودكتور مجدي.